حاجات جديدة اول مرة هتجربها، مختلف بكل تفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده من فيروز ريفيوز. احنا النهارده في التجمع في مطعم نارنج. نارنج ده مطعم بتاع الشيف خالدي. الشيف خالدي هو شيف عالمي ومعروف جدا، وفي المطعم بتاعه ده هتجرب الاكل الشامي بطريقه ما جربتهاش قبل كده. يلا بينا نخش ندوق ونجرب ونشوف ايه الكلام. المطعم ده هتاكل فيه الاكل الشامي كما لم تراه من قبل. مبدئيا كده كل حاجه فيه اختراع، واسر الكلام يعني ان الاكل خطير. انا تقريبا طالبه نص المطعم من كتر ما الاكل خطير. جربت هناك ورق العنب خطير، وبطاطا حاره وفراخ مشويه وعليها صوص كده غريب جدا بس تحفه، ومحطوط تحتها بطاطس. اكتر فراخ جوسي كلتها في حياتي. وعندهم كوبيبه كده معموله بصوص زبادي، انا اصلا معرفش ايه ده بس هي كانت خطيره. وبعدين اول ما جربتها، لا يا جماعه ده اختراع. جربت بعدها بالظبط بابا غنوج عليه لحمه مفرومه. انا اكلته بالشوكه، قلت هدوقه في الاول بس هو اصلا بقى بيتاكل بالعيش. وبعدين بقى اللقطه الغريبه جدا والحاجه اللي متخيلش انها هتعجبني كده، بتنجان محشي باللحمه المفرومه، وبيعملوا عليه بقى طشه سمنه كده. خطير يا جماعه خطير. جربت الكوبيبه اللي بدبس الرمان. يا جماعه انا اصلا اتصدمت من كتر ما هي طعمها فعلا غريب، مش عارفه اوصفها من كتر ما هي حلوه. اما بقى الشيش طاووق، بيستخدموا بقى ايه، اوراق الفراخ علشان يعملوا بيها الشيش طاووق، فهتلاقي شيش طاووق طري وجوسي وطعمه رهيب. بعدين بقى سلطه الجرجير كانت خطيره برضو، واكيد اكيد اكيد التبوله. وبعدين بقى اللقطه بقى اللي كانت بجد مبهره، الاوزي الموزه الضاني. اللحمه جوسي وطريه وبتفك كده من بعضها. المكان نفسه بقى الفايبز بتاعته مريحه والجو حلو. انت لو ما جربتش نارنج يبقى انت فاتك كتير قوي.